السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في قناة ملخصات أفلام. اليوم غادي نحكيو على واحد الفيلم اللي كيبقى من بين أروع وأعقد الأفلام النفسية، شاتر آيلاند أو جزيرة الغموض بطولة ليوناردو دي كابريو. خليكم معايا مركزين حيت كل كلمة في هذا الفيلم عندها معنى. كتبدا القصة بلقطة ديال البحر مغطي بالضباب. مارشال أمريكي تيدي دانلز راكب مع صاحبه اللي هو تشاك متجهين لجزيرة بعيدة. من البداية الجو كيبان مشؤوم والموج عالي، صوت الموسيقى ثقيل والعيون ديال تيدي باينة مقلقة. هو جاي يحقق في هروب ديال واحد المريضة من مستشفى خاص بالمجرمين المختلين عقليا، مستشفى محروس بحال السجن العسكري. وهنا كتطرح العديد من الأسئلة: كيفاش كتهرب وحده وسط جزيرة معزولة؟ واش بصح التحقيق قانوني ولا شي حاجة كاينة تما؟ من بعد ما وصلوا للمستشفى الباب كيتحل بصعوبة، الجنود كيديروا تفتيش دقيق، حتى المسدسات كيخليوهم على برا. من هنا المشاهد كيبدا يحس ان تيدي محاصر من اول لحظة. المدير اللي هو دكتور كونلي كيرحب بهم وكيشرح ان المريضة اللي هربانة هي رايتشل سولاندو، مرأة اللي غرقات ولادها الثلاثة بلا رحمة، ومن بعد ولات مسجونة في هذا المستشفى. ولكن كيفاش اختفت من الغرفة بلا اثار؟ ما كاين لا قفل مكسور ولا حتى نافذة محطمة. تيدي وتشاك كيدخلوا للغرفة ديال رايتشل، السرير مرتب والحيوط عاديين، ولكن تيدي كيكتشف في مكان سري ورقة صغيرة مكتوب فيها الرجل رقم 67، ولكن عدد النزلاء اللي هو 66، اذا كاين شخص اخر مخفي. هنا كيولي الفيلم يلمح ان المستشفى كيخبي اسرار. في اثناء الرحله كيتضح ان تيدي ماشي محقق عادي، كيحمل معاه جروح ديال الماضي. مراته دولوريس ماتت في حريق ديال الدار، ولكن منين كينعس كيشوفها في الاحلام، كتجيه مبلله مغطيه بالرماد وكتقول ليه ما تبقاش تثيق، راه كلشي مؤامره. الاحلام كتولي كتشبه الحقيقه والحقيقه كتولي كتشبه الاحلام. واحد العاصفه كتضرب الجزيره، لا سفن ولا هروب، وما يمكنش انهم يخرجوا من الجزيره. التحقيق خاصو يكمل وسط الجزيره ووسط الظلام. تيدي كيبدا يشوف السلوك ديال الاطباء غريب، كيتهربوا من الاسئله وكيغطيو على بعض التفاصيل، وحتى المرضى كيتصرفوا بطريقه ماشي طبيعيه. الزميل ديالو تشاك حتى هو بدا كيبان انه مشبوه، واش فعلا محقق ولا مراقب؟ تيدي كيولي مقتنع ان المستشفى كيدير تجارب علميه على المرضى، غسيل دماغ، عمليه جراحيه على المخ، وممكن حتى تحويل المجرمين لجنود بلا رحمه. وكيقرر في هذه اللحظه انه يدخل القسم الاخطر واللي هو البورش السي، اللي فيه المجرمين اللي ممنوع حتى تشوف وجوههم. هنا كيحاول يستغل العاصفه والروينه اللي دازت في الجزيره واللي خلات بعض السجناء يخرجوا ويهربوا من الزنزانات ديالهم. وفي وسط الظلام والبرد تيدي كيتسرب للبرج، كيتصدم منين كيلقى واحد السجين مشوه الوجه كيعرفو وكيهمس ليه: راه غادي يقولوا عليك مجنون حتى تصدقهم. هاد الجمله كتخلي الشك يتضاعف، واش هو اللي كيتجنن ولا الاطباء فعلا باغيين يقلبوا الحقائق؟ وفي الاخير كيقول ليه بغيتي الحقيقه خاصك تمشي لديك المناره. وسط العاصفه تيدي كيهرب للغابه وكيتسلق الصخور حتى كيوصل لواحد الكهف. تماما تما كيصادف واحد المراه كتقول ليه: انا رايتشل الحقيقيه وهما راه كيكذبوا عليك، كيديروا لنا تجارب سريه وغيدمروك الا ما سكتيش. هاد اللحظه كتربك كلشي، واش بصح هي رايتشل ولا مجرد وهم اخر من عقل مضطرب؟ والمشكل الكبير انها قالت لي راه دابا انت مخدر تماما، وخصوصا من بعد ما خديتي الدواء اللي كيعطيوك وكليتي ماكلتهم، وحتى السجائر فيها مواد مخدره وهذا الشيء اللي كيسبب ليك الهلوسات. ومن بعد تيدي كيديه الناس وكتفيقوا رايتشل وكتقول ليه: نوض، راه غيكونوا كيقلبوا عليك دابا، وخاص تمشي باش ما يلقاونيش، حيت انا كل مره كنجلس في بلاصه من بعد ما هربت منهم ومن تجاربهم. تيدي كيتعذب نفسيا، كيولي يشوف الجنود ديال الحرب العالميه الثانيه، حيت كان حاضر في المجازر ديال المعسكرات، كيشوف جثث متراكمه وكيشوف مراته مبلله بالنار والدخان.
الدماغ ديالو كيغرق بين الواقع والهلاوس، حتى المشاهد ما بقاش فاهم شنو هو الصح وشنو هو الوهم. من بعد هاد التشتت كامل كيرجع عند الدكتور كونلي وكيسولو على الشريك ديالو تشاك، وكيزيد يشككو في راسو. كيقول ليه ما كانش معاك حتى شريك، جيتي غير بوحدك. ولكن كيحاول يتمالك نفسه وكيقرر انه يقلب على الحقيقه بوحدو ويوصل للمناره اللي قالوا ليه. ووسط هاد الشي كيجيو الهلاويس مره اخرى وكيدير تشتيت لكل شي ويمشي للمناره، ولكن المفاجاه الكبرى هي اللي غادي تسناه تماك. اخيرا تيدي كيوصل للمناره، المكان اللي كان كيشك فيه من الاول باللي كاين فيه السر الكبير. كيطلع للفوق وكيوقف قدام الدكتور كولي وكيظن باللي غادي يلقى مؤامره خطيره وتجارب سريه ولا عمليه غسل دماغ، ولكن المفاجاه كانت بحال الصاعقه. الدكتور كيقول ليه بهدوء انت راه ماشي تيدي دانلز، انت في الحقيقه اندروليديس، المريض رقم 67 اللي كنا كنقلبوا عليه. تيدي كيتصدم، كيحاول يضحك وكينكر، ولكن الطبيب كيبدا يفرش الحقيقه. انت اللي قتلتي مرتك بعد ما لقيتيها غرقات ولادكم 3 في الماء. الالم والخوف كانوا قوايا عليك، ما قدرتيش تواجه الحقيقه. وهنا دماغك صنع شخصيه جديده، محقق فيدرالي سميتو تيدي دانلز. يعني كلشي اللي عشناه معاه من البدايه والتحقيقات، الشكوك والنظريات والمؤامره ما كانوش الا وهم في عقله. الدكتور زاد وشرح ليه بلي هاد الشي كامل كان تجربه علاجيه اخيره. طاقم المستشفى دخل معاهم في اللعبه باش يخليو اندرو يعيش الوهم ديالو كمحقق ويواجه الحقيقه بطريقه تدريجيه. المشهد بطبيعه الحال كيكون مؤثر بزاف، حيت كمشاهد كتولي انت ضايع، واش غادي نصدق الدكتور وكاع القصه اللي تبنات قدامنا مجرد خيال، ولا فعلا كاينه مؤامره وتيدي ضحيه لعبه اكبر. هاد اللحظه هي قلب الفيلم، النقطه اللي كتقلب كل شي 180 درجه وكتخليك تعاود تشوف الاحداث بعين جديده. في لحظه وحده كيولي عاجز، واش يصدق الطبيب ولا يبقى متمسك بالوهم ديالو. كيبدا يعيط لمراته في خياله وكيشوفها كتختفي. النهايه كتخلي المشاهد في موقف صعيب بزاف، واش فعلا هو مريض نفسي ولا الاطباء مسيطرين عليه وكيغسلوا ليه دماغه. اندرو ولا تيدي كيجلس مع شريكو تشاك اللي كيطلع طبيب وماشي محقق، كيقول ليه جمله اخيره: واش من الاحسن نعيش كوحش ولا نموت كرجل شريف؟ الجمله كتعني بزاف وكتخلق اسئله كثيره. واش اختار يعيش في الوهم حيت الحقيقه قاسيه، ولا وعى بالحقيقه ولكن فضل يتحمل العقاب؟ المشهد الاخير الجنود كيمشيو معاه والمشاهد كيبقى حاير. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا واحد من اعقد القصص النفسيه. فيلم جزيره الغموض ماشي مجرد تحقيق، ولكن رحله داخل عقل انسان محطم. والسؤال ليكم المتابعين ديالنا، الا كنتو بلاصتو واش تفضلوا تعيشوا في الوهم ولا تواجهوا الحقيقه القاسيه؟